أخوه الصغير فتح الباب اللي عمره ما كان مفروض يتفتح، اللي الكل كان بيقول عليه أوضة الجد اللي مقفولة من زمان، بس النهاردة اتفتحت. خرج من الأوضة، بس عينيه ما كانتش زي قبل كده. كان باصص لهم، بس كأن حد تاني هو اللي جوه، وبيهمس بكلام محدش فهمه، بس هو كان فاهم. الريحة رجعت تاني، ريحة بخور تقيلة شبه اللي كانت بتخرج من أوضة جده. بصوا على الصورة اللي في الصالة، صورة جده القديمة، كأنها بتلمع بتبص عليهم. والفجأة سمعوا ضحكة جده، بس جاية من جوه الأوضة اللي فاضية. والولد وقف وقال بهمس: أنا رجعت يا جدو، بس مش لوحدي. تاني يوم الصبح الأوضة كانت مفتوحة. دخلوا لقوها فاضية، ما فيهاش ولا حاجة، ولا حتى التراب اللي كان مليها من سنين. بس على الأرض كانت فيه ورقة مفرودة كده، ومكتوب فيها بخط كبير: ما تقفلوش الباب تاني. والولد واقف وراهم ساكت وبيبتسم. فيه أبواب لما تتفتح مرة ما ينفعش تتقفل تاني.